النهاردة في أكلة بمزاج مع توتة. هنعمل وجبة مع بعض دي تنفع أكتر للفطار أو للعشاء، خفيفة جدا جدا. يلا بينا علشان نبتدي نعملها، بس ياريت قبل ما نعملها ما ننساش اللايك والشير وسبسكرايب. معايا نص كيلو من البطاطس. جبت طاسة وحطيتها على النار وحطيت 3 أو 4 معالق كبيرة من الزيت، وبعد كده البطاطس بعد ما قشرتها وقطعتها زي ما احنا شايفين وغسلتها، حطيتها دلوقتي في الزيت و هوطي عليها، وكمان هغطيها علشان خاطر تستوي. عايزاها تكون محمرة من بره حلو جدا علشان احس ان هي مقلية، ما تبقاش اكنها مسلوقة زي ما هنشوف بعد شوية. زي ما احنا شايفين دلوقتي بعد ما قلبتها بقت محمرة كده، هحط دلوقتي ملح، فلفل اسمر، زعتر وبابريكا. هي دي التوابل بتاعتنا. كتري من البابريكا بتدي طعم حلو. 3 من البيض، وحطيت فيه نص معلقة صغيرة من الفلفل من الملح، وكمان ربع معلقة صغيرة من الفلفل الاسود، ونص معلقة من البصل باودر والثوم باودر. انا كنت حطاهم كده على بعض. بعد ما بقلبهم كويس بجيب دلوقتي زبادي وبحطها زي ما احنا شايفين. تمام. ومعايا بصلايه صغيره جدا، ولو كبيره تبقى نص بصلايه، وفلفل يا ريت يكون حراق. تمام. وده طبعا على حسب الرغبه، وطماطمايه كبيره او طماطمتين، يعني الطماطم برضو بتدي طعم حلو قوي في الاكله دي. وبعد كده بعد ما لقيت البطاطس استوت معايا، هحط دلوقتي الخلطه اللي احنا عملناها مع بعض. تمام. وهغطيها لحد ما تستوي من الجنب اللي من تحت، بس طبعا انا موطيه النار عليها عشان عايزه البيض يستوي من كل الاتجاهات بتاعته. زي ما احنا شايفين بحاول ان انا ادخل البيض من الفراغات بتاعه البطاطس، وبعد كده بغطيها وبوطي عليها، وباجي تاني مره اروح الاقيه من تحت ان هي استوت. تمام. اروح قلباها بطبق او باي حاجه، كل واحد على حسب هو بيعرف يقلبها بايه. بس كده. وبعد كده بعد ما بلاقيها احمرت من تحت زي ما احنا شايفين، بروح جايبه جبنه موتزاريلا. عايزه تحطي شيدر، عايزه تحطي تركي، دي حاجه بقى على حسب الرغبه. وبس كده. وبعد كده بروح موطيه عليها تاني، يعني دقيقتين بالظبط علشان الجبنه بس تسيح معانا زي ما احنا شايفين. وبكده خلاص هغطيها، وبعد كده خلصت معانا الوجبه بتاعتنا الخفيفه جدا. يا رب تكون عجبتكم، ونتقابل ان شاء الله في وصفة جديدة في اكلة بمزاج مع توتة. بس يا ريت ما ننساش اللايك والشير وسبسكرايب.